تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لو كنت لوحدك في الشارع الساعة 3 الفجر والهدوء حواليك مش مريح؟ هدوء يخوف. في الليلة دي حسين سواق تاكسي من أسيوط كان فاكر إنها مجرد وردية إضافية عشان يكمل مصاريف الشهر. ما كانش يعرف إن الليلة دي هتكون أسوأ ليلة في حياته. حسين راجل بسيط سنه 38 سنة، متجوز وعنده طفل في ابتدائي. حياته زي حياة أي حد، مسؤوليات، قسط تاكسي، مصاريف بيت ومدرسة، ومع كل يوم يعدي الدين بيكبر والهم بيزيد. قرر حسين إنه يشتغل بالليل، أصل زبون الليل زي ما بيقولوا كريم وبيدفع، يعني فييس. في الليلة دي الساعة 3:30 الفجر الشوارع فاضية. أسيوط بالليل هدوء غريب، نور خفيف، مباني واقفة كأنها بتراقبك، وكل زاوية فيها سر محدش يعرفه. وهو رجع على بيته لمح راجل واقف لوحده على الرصيف. راجل ثابت ما بيتحركش، لا بيبص يمين ولا بيبص شمال. رفع ايده وشاور لحسين. حسين وقف والراجل فتح الباب اللي ورا وقعد من غير كلمة، من غير حتى ما يقول سلام عليكم. اللي أغرب إنه قعد في نص الكنبة مش جنب الباب. قال له بصوت واطي: وديني الطرق. حسين استغرب. دلوقتي الراجل رد بهدوء مخيف: دلوقتي. حسين حس بقلق وتوتر وحاول يكسر قلقه ده، ففكر يعمل ايه. فكر يسأله، قال له: في عزا بكرة ولا حاجة؟ الراجل رد بنفس النبرة الباردة: لا. حسين حاول يبص في المراية ويشوف وشه. النور كل شوية يعدي على كتفه، على مناخيره، بس ملامح وشه مش باينة. ريحة غريبة بدأت تملى العربية، ريحة تراب ناشف كأنك واقف في تربة. نفس الريحة اللي بتحس فيها كأن في روح بتتحرك حواليك، مش بني آدم. المفروض الطريق بياخد 7 دقايق، عدى ربع ساعة ولسه ما وصلش. ورجلين حسين حاسس إنها تقيلة، مش قادر يدوس على البنزين وعمال يعرق، وجسمه حرارته بتزيد. الموتور صوته بقى تقيل كأنه شايل حمل معاه. سأله حسين تاني: نخش من البوابة الكبيرة ولا لأ؟ الراجل رد عليه بصوت أخشن من الأول وقال: قدام شوية. ولما وصل حسين للسور وقف وقال: هنا كويس؟ شكرا. حسين لف بسرعة وبص وراه عشان يشوفه. وهو بيخرج ما كانش في حد، الباب مقفول، مفيش صوت فتح، مفيش صوت قفل للباب، مفيش حد نزل، والريحة لسه موجودة. حسين اترعب واتوتر واتجمد مكانه، وطلع بالعربية بسرعة يجري كأنه بيهرب من الموت. الليلة دي حسين ما نمش، والكوابيس فضلت معاه. بدأت بصوت واحد بيهمس جوه تاكسي: دورك جاي. وبعد يومين وهو ماشي من نفس الطريق غصب عنه، بص في المراية فجأة شاف نفس الراجل واقف بعيد بنفس الوقفة، نفس المنظر، نفس الجمود. ومن بعدها كل ما يعدي جسمه يترعش. وابنه في يوم صحي وقال له: بابا، حلمت بواحد لابس اسود قاعد وراك في التاكسي وبيزعق. حسين استغرب، محدش في البيت حكى للولد حاجة. ولما الليل يجي ويبقى فيه هدوء يسمع صوت بيقول له: يا حسين، يا حسين. حسين النهاردة بيقرأ قرآن، وكل ما يقرب من المقابر يقول في سره: يا رب سلم. في أرواح لو لمحتك مرة مش ممكن تسيبك تاني. لو عدى عليك موقف غريب أو شفت حد في وقت ما ينفعش تشوف فيه حد احكيه لنا. دي كانت قصتنا النهاردة، قصة حسين من أسيوط. أستودعكم الله، وخليكم دايما فاكرين إن مش كل راكب بني آدم. قدمنا قصتنا من قناة دراما من الواقع.